السلام عليكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم طيبه. مرحبا بكم معايا في قناتكم مطبخ بيتي مع وصفه جديده وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم وصفه كتجي اكثر من رائعه بمذاق ولا اروع. تقدروا تحضروها اما لوجبه الغداء او العشاء، فبقاو معايا من اول فيديو حتى الاخير باش تعرفوا على المقادير وعلى الطريقه. فرجه ممتعه. نبداو على بركه الله. ذكر المقادير اللي غادي نحتاجو لتحضير وصفه اليوم. عندي صدر الدجاج مقطع الى قطع صغيره جدا، 3 المعالق كبار ديال الربيع، نصف حامضه مصيره، ملعقه صغيره ديال الهريسه، 3 الفصوص ديال الثوم محكوكين، الزيتون مقطع، 3 الحبات ديال الفلفله مقطعين الى مكعبات صغيره. وفي التوابل عندي الملح، سكنجبير، تحميره، الابزار، الخرقوم، الكمون والملون الصناعي، عصير نصف حامضه، شعريه الارز، الفرماج الحمر محكوك، والزيت النباتيه. نبداو على بركه الله. طريقه التحضير: في مقلاة غادي نوضع الفلفله، غادي نضيف عليها زيت، بعد ما شحرت الفلفله مزيان في الزيت. الان غادي نضيف صدر الدجاج، غنضيف التوابل، غنبقى نحرك الكل جيدا حتى يطيب ليا صدر الدجاج ونرجع معكم ان شاء الله. هنا صافي صدر الدجاج وجد ليا وطفيت عليه البوطه. في نفس المقلاة غادي نوضع الربيع، الزيتون والهريسه والثومه والحامض المصير. غنضيف نفس التوابل اللي استعملت في الاول، زيت نباتيه،
غنحرك الكل جيدا. وفي الاخير غادي نضيف عصير نصف حامضه. انا هنا عندي واحد الاناء اللي غادي نخلط فيه جميع المقادير اللي حضرت معكم في الاول، وضعت فيه شاريه ديال الارز اللي سبق لي وعملتها في الماء مغلي حوالي 10 دقائق، ومن بعد صفيتها جيدا وقطعتها على هذا الشكل. الان غادي نضيف عليها الربيع والزيتون والحامض المصير والثومه والهريسه اللي حضرت معكم. غادي نضيف كذلك صدر الدجاج مع الفلفله. غنضيف كذلك الفرماج احمر. غادي نخلط الكل جيدا ونرجع معكم ان شاء الله. وهذا هو شكلها من بعد ما خلط الكل جيدا. انا هنا عندي المول اللي كيدخل الفرن، غادي نفرغ فيه الوصفه. نحاول نوزع على هذا الشكل. والان غادي نعمل فرماج الاحمر محكوك على الوجه ديالها. وغادي ندخلها للفرن حتى يذوب هذاك الفرماج، ونتلاقى معكم ان شاء الله في الشكل النهائي ديالها. ورجعت معكم في الشكل النهائي ديال الوصفه اللي حضرت معكم من بعد ما دخلتها للفرن وداب ليا الفرماج. كتجي على هذا الشكل كيف ما هو واضح في الصوره، لذيذه بزاف بمذاق ولا اروع، سهله وسريعه التحضير. كنتمنى انكم تجربوها وان شاء الله غادي تنال الاعجاب ديالكم.
وإلى لقاء جديد في فيديو جديد إن شاء الله. مع السلامة.